فالاسم بدأ ينتشر بشكل سريع. هو نوع من المخدرات مستخلص من بقايا الكوكايين يدفع صاحبه إلى الانتحار. من الدار البيضاء، حيث فتحت أمس الخميس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ومسالك تهريب شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و370 كيلوغرام. جهودا حثيثة لمكافحة الاتجار في المخدرات وتفكيك العصابات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال. السلام عليكم. هذا الفيديو غيكون مختلف عن الفيديوهات اللي كندير. كيف العاده الفيديوهات اللي كنلوح كنهضروا على المملكه المغربيه والاقتصاد وداكشي، ولكن في هذا الفيديو غنهضروا على واحد المشكل اللي كنواجهوه في حياتنا اليوميه، هو واحد المشكل اجتماعي سواء في المغرب سواء في اي دوله، اللي هو المخدرات. غنحاولوا في هذا الفيديو نشرحوا هذا المشكل ونشوفوا الخطوره ديالو ونحاولوا نعطيو بعض الحلول لهذا المشكل. قبل ما نبداو ما تنساوش نتوما تكتبوا في التعاليق بعض الحلول اللي نقدروا نتفاداو فيها هذا المشكل الاجتماعي. المخدرات هي انواع كالحشيش كالاقراص الهلوسيه او القرقوبي وايضا الكوكايين والبوفه اللي انتشرت في الايام الاخيره. المخدرات هي انواع كثيره. اول حاجه خصنا نعرفوها هي ما الفائده من تعاطي المخدرات. طبعا حتى شي حاجه، فقط الانسان كيهلك الصحه ديالو فقط، وايضا كيهلك حتى العقل ديالو، لدرجه ان تعاطي المخدرات قد يسبب في بنادم انه يقدر يتسطى ويحمى. وثاني حاجه خصنا نعرفوها هي منين كيجيو هاد المخدرات. فالحشيش عندنا موجود في المغرب في المناطق الجبليه، واللي الارض ديال هاد النبته واخا تزرع فيها بطاطا غادي تطلع لك النبته ديال الحشيش. اما الاقراص الهلوسيه او القرقوبي فهي كتجي من الدول الاوروبيه، اللي الاقراص ديال هذا القرقوبي فاش كيتناولها المستهلك او المتعاطي كيبقى يحس براسو على انه بطمان وكيقدر يعمل اي حاجه. تقول له يلاه نسرقوا ديك المراه يقول لك يلا، تقول له يلاه نذبحوا داك السيد يقول لك يلا. يعني هاد الاقراص ما كيخليوكش ترجع للور، يعني ما كيخليوكش تقول لا، وكتحس براسك قادر دير اي حاجه. فبزاف ديال الناس قتلوا عائلتهم وصحابهم بسبب هاد الاقراص اللي ما كيخليوش بنادم يعرف اش كيدير. فاش كتسول شي مستهلك كتقول له علاش كتعاطى المخدرات، كيجاوبك حقا عندي مشكل. من هذا الجواب كتستنتج ان المتعاطي او المستهلك عقله هشيش. علاش؟ لان المخدرات ما عمرهم كانوا حل لشي مشكل، بالعكس المخدرات مشكل على مشكل او مشكل زائد مشكل. وكاين نوع اخر اللي كيتعاطى المخدرات هو ما عنده لا مشكل ولا حتى شي حاجه، فقط دايرها غير موضه، وهذا النوع هذا كاين بزاف. دابا ما علينا، هذا المشكل كيتواجد في جميع الدول تقريبا. دابا حنا في المغرب خصنا نشوفوا الحل لهذا المشكل، حيت هو ماشي مشكل فردي، هو مشكل اجتماعي، يعني مشكل ديال الدوله كامله او ديال المغرب كامل. فكل واحد كيتفرج في هذا الفيديو يحاول في التعليق يقترح شي حل باش ما يبقاش المخدرات في المغرب، يعني اقترح واحد الحل باش ما يبقاش هذا المشكل الاجتماعي كنواجهوه في حياتنا اليوميه. كتب لي شنو هو الحل باش ما يبقاش الحشيش في المغرب، وما يبقاش القرقوبي، وما يبقاش البوفه، وما يبقاش الكوكايين. يعني كتب لي الحل باش ما يبقاش المخدرات كاملين في المغرب وما نبقاوش كنواجهوا هذا المشكل الاجتماعي. كتب لي تحت في التعليق. مثلا انا الراي ديالي في الحل لهذا المشكل هو ان الدوله المغرب او المملكه المغربيه تاخذ الامر بجديه ويديروا واحد الحمله تطهيريه بحال اللي دارها الملك الحسن الثاني عام 1996، اللي كيلقاو عنده غرام ديال الحشيش كيدخلوه للحبس. يعني خاص يكون واحد القانون متطابق عليه كيف ما دار الملك الحسن الثاني بالضبط، اللي كان الحشيش مهرق في الشمال ديال المغرب. ما كرهتش شي عزيمه زعما شي واحد يداويني ويتعامل معايا ويعطيني الدواء وهادي. انا بدي نجلس ونرجع بحالي بحال الناس. انا بديكش نبني المستقبل ديالي، بديكش نكون عندي الدار، باش نكون عندي ولادي ما يضحكوش عليا الشمايات. راه هادشي هذا لا دنيا لا اخره، زعما حنا راضيين بهذا الشيء هذا. في زاوية أمام مركز علاج الإدمان لا يخفي هذا الشاب البالغ من العمر 27 سنة قصته مع الإدمان على جميع أنواع المخدرات. في شوارع البلاد نلحظهم أو في مصحات خاصة، مواطنون عايشوا أقصى الحروب، حرب المخدرات في أعصابهم. لم يتبادر إلى أذهانهم أنهم قد يبلغون الجنون من إدمانهم. كل الطرق تؤدي إلى عالم المخدرات في شمال المغرب. داخل مرحاض مقبرة المدينة يتحلق هؤلاء حول لفائف مخدر الهيروين لتناول أولى جرعات الصباح. المشاكل اللي كنواجهوها في الحياه ديالنا اليوميه هي مشاكل بزاف. الا عجبكم الفيديو وعجبتكم الفكره نرجعوا نديروا كل مره موضوع جديد نناقشوا فيه هذه المشاكل، نناقشوا بعض الحلول ونقترحوها باش ما يبقاوش هذه المشاكل كنواجهوها في الحياه ديالنا اليوميه. نكون وصلنا لاخر ديال الفيديو، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش واحد لايك وابوني. الله.